السلام عليكم. نور طالبة مجتهدة في سنة رابعة كلية علوم. بعد يوم دراسي شاق حبت وهي راجعة تعمل حاجة تبسطها، فقررت تعمل صينية كيكة. جابت الوصفة والمكونات والمقادير ودخلت المطبخ، جهزت الأدوات، خلطت المكونات وشغلت الفرن، ظبطت الحرارة والتايمر. حطت الصينية جوه الفرن وانتظرت لحد ما خرجت الصينية وزوقتها وقدمتها في طبق كبير وبالهنا والشفا. اللي حصل ده هو عبارة عن pre-structured process, set of interacting actions that lead to intended outcome. إجراءات متداخلة مع بعضها بتؤدي إلى نتيجة عبارة عن input مدخلات حصل لها processing تشغيل وفق مواصفة محددة علشان نحصل منها على مخرجات اللي هي الأوتبوت. عملية التحاليل الطبية هي نفس النظام، عبارة عن structured process بس بمفهوم أوسع شوية، وده اللي هنتعرف عليه في الكورس الخاص بينا واللي هنبدأه بيه The Total Lab Testing Process. هنتابع مع بعض خطوة بخطوة على إيد استشاريين وخبراء في مجالات الطب والتحاليل الطبية بجميع أنواعها وعلى مستويات مختلفة من مبتدئ إلى محترف. منتظرين استفساراتكم وطلباتكم على الواتساب أو في الكومنتات، وإن شاء الله تابعونا للحصول على مميزات الكورس الحالي والكورسات القادمة. اشتركوا معانا في جروبات الواتساب والتليجرام، وإن شاء الله تابعونا للحصول على مميزات الكورس الحالي والكورسات القادمة. أشوفكم على خير.